السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عارفين ان كل حاجة غالية مولعة قوي، واولادي قالوا لي احنا نفسنا ناكل حاجة حلوة. بس قبل ما ابدأ هقول لكم لازم نعمل لايك وشير وسبسكرايب ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد. ما تقوليش ان هي مرتبطة بمولد النبوي او باي حاجة في اي وقت تعمليها. انا لقيت عندي كوباية حمص فقلت لا خلاص بقى لازم اعمل لهم الحاجة الحلوة اللي نفسهم فيها، مش شرط بقى بيض وسمنة وحاجات مكلفة. فانا عملتها بسرعة قوي وما خدتش وقت خالص. ما كانش موجود عندي غيرها هي كوباية الحمص دي، فجبت بقى نص كوباية سكر وربع كوباية مية وهي نص ليمونة بس. دلوقتي انا جبت طاسة هحط فيها عشان ابدأ اشتغل. حطيت السكر زي ما انت شايفة وحطيت ربع كوباية المية وعليها عصرة الليمونة. وهضيف حاجة بسيطة جدا هتخليها زي اللي انت بتشتريها من اكبر المحلات الموجودة. هي بس اللي بتفرق معايا هي معلقة مية ورد. فعلا حاجه كده من الاخر. انا دلوقتي هحطه على النار هولع عليه. اول ما يغلي على نار هاديه ما بياخدش بالظبط يعني 5 دقايق زي ما انت شايفه هو كده خلاص وصل لاخر مرحله. هطفي عليه وهقول لك احنا هنعمل ايه. فعلا يعني حاجه سريعه وما خدتش وقت. مش شرط ان انت لازم تعملي اي حاجه كبيره او مثلا مكلفه عشان خاطر تطلعي اي حاجه حلوه. باي حاجه موجوده عندك اعملي اي اختراع، اخترعي اي حاجه وهتطلع معاك جميله قوي. زي ما انت شايفه انا جبت صينيه صغيره وجبت معايا ورقه زبده. هي الكميه قليله بس اهي حاجه بقى تفرح العيال وخلاص. زي ما انت شايفه انا بدهنها بس بطبقه زيت خفيفه قوي عشان خاطر اعرف اطلعها من القالب. لان مجرد ما بتحط العسل اللي احنا حاطينه ده اللي احنا عملناه بتلزق قوي بسرعه ولازم تعمليها بسرعه قبل ما تبرد لان هي لو بردت هتحجر معاكي وتاخد شكل مش حلو. زي ما انت شايفه انا جبت طبق وفضيت فيه الحمص. هجيب بقى دلوقتي العسل اللي انا عملته. زي ما انت شايفه انا هوريك القوام بتاعه شايفه عامل ازاي. افضيه لازم افضيه بسرعه قوي واقلب قبل ما يجمد معايا. زي ما انت شايفه ومجرد ما انت تحطيه لان الحمص يعتبر بارد من درجه حراره الجو. انا مش حاطاه في ثلاجه ولا حاجه بس هو ايه من البرد عشان الدنيا برد وشتاء وكده. فبقلب بسرعه زي ما انت شايفه بتلاقيه كله بدأ يتكتل. خلاص انا زي ما هنزله لازم تنزليه بسرعه والحركه دي تبقى سريعه جدا وانت بتعمليها عشان خاطر ما يلزقش معاكي. شايفه بدأ لزق في قعر الطبق ازاي يعني لازم بنزله بصعوبه قوي. فانا هنزل على قد ما اقدر عشان لازم اسويه بسرعه عشان ياخد الشكل اللي انا عايزاه. الكميه قليله وهوريكي هي انا سويتها ازاي وعملتها ازاي. شايفه شكلها انا دلوقتي بقطعها بالسكينه. لازم تقطعيها مجرد ما يعني بعديها بخمس يعني ما تاخديش دقيقتين او كده وتقطعيها على طول قبل يعني اول ما تحسي ان هي يعني لسه دافيه برضو تروحي تقطعيها على طول. عشان خاطر لو انت سبتيها هتنشف معاكي ومش هتقدر تقطع وهتبقى صعبه قوي عليكي. انا بقطعها بالسكينه زي ما انت شايفه وهوريلك شكلها يعني بعد ما اقطعها عامل ازاي وهنطلعها مع بعض. فعلا حاجه جميله وسهله وما خدتش وقت وبتفرح الاولاد. يعني اي طول ما قالوا لك نفسنا في حاجه حلوه اي حاجه موجوده عندك حاولي انك انت تعمليها. ما تاخريش الوقت. سهله وبسيطه وجميله. بس يا ريت يعني اي حاجه نقدر نعملها عشان نسعدهم. زي ما انت شايفه انا هطلعها دلوقتي. قد ايه هي سهله وبسيطه وما خدتش وقت خالص. بتطلع بكل سهوله عشان خاطر ورق الزبده انا دهنها زيت. وجميله قوي وخفيفه. مش مرتبطه زي ما قلت لك باي ميعاد. في اي وقت تعمليها طول ما الحاجه متوفره عندك. سهله جامد قوي وفي نفس الوقت حاجه نظيفه وصحيه انت عاملاها بنفسك. ما فيهاش اي حاجه مضره ما فيهاش اي مواد حافظه ولا اي حاجه. الحمص نظيف وانت منقياه براحتك ما فيهوش اي مشكله. يا رب الفكرة تبقى عجبتك واتمنى ان انا اشوفك في فيديو جديد. بس ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.